اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش نصلي على رسولنا الكريم، تحط لايك وشير وسبسكرايب على القناه علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزله باذن الله معاكم. فيديو النهارده بقى فيديو حلو كده زي ما انتم شايفين من اول الفيديو كده. رحنا منية النصر وصورنا معاكم عند الجزار، كنا بنجيب الصلاة على النبي بقى ايه كوارع يا جدعان، كوارع عشان تشد الركب على رأي ماما. زي ما انتم شايفين كده اشترينا 2 اهو. هنا بقى الراجل كان قطعها لنا وزي ما انتم شفتم. هنا بقى بعد ما روحنا البيت ماما كانت بتغسلها زي ما انتم شايفين، غسلتها ونظفتها كويس. هي جايه متنضفه بس احنا لازم نغسلها كمان مره. دي الكرع التاني جبناه سليم، حابين احنا اللي نقطعه كده. واهو ندي الكرع بقى التاني متقطع وجاهز بعد ما اتغسل كويس. هنحطه بقى على النار كده ينشف الاول وينزل كل الميه وكل السوائل اللي فيه. ماما هنا بقى كانت بتقشر البصل وبتغسله كويس كده والطماطم. اسكتي يا بس يا اشركت اسكتي. عشان تعمل التتبيله بتاعته الحلوه دي، طماطم وبصل وفلفل زي ما انتم شايفين. وهنعمل كمان صينيه بشاميل بقى، حاجه كده عسل تستاهل بقكم وبقنا احنا كمان. اشمعنى احنا يعني؟ بألف هنا يا رب على الاكل منها. هنا بقى بعد ما نزلت الميه والسوائل اللي فيها زي ما شفتم، ماما بتغسلها كمان غسله كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. وكمان شوفوا معاها غسلت الحله كويس اهو كده، بتشطفها حلو من الميه. في ناس بتعملها على طريقه اللحمه وبتغليها وتشيل الريم من عليها، بس لا الطريقه دي حلوه للكوارع، منحبش نعملها الا كده. هنا بقى بعد ما غسلت الحله ولعت النار تاني وقامت رصها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وخلاص بقى التتبيله بتاعتها الحلوه، حطت ملح وفلفل اسمر كمون وشطه وبابريكا والحبشتكنات يعني بتاعتها. هنا بقى كانت بتدهن الغطا شويه من الزيت علشان الغطا ما يزرقش معانا، لان الكوارع انتوا عارفين ان هي بتاخد وقت كتير على النار، فالغطا عشان ما يزرقش ويعمل حاجات زرقاء كده. كانت حطت شويه من الزيت عليه. بعد كده كانت زودتها ميه وما شاء الله كانت دخلت في السويه اهي. وعملنا رز بشعريه، حبناش تصوروا معاكم عشان هي عملته معاكم كتير يعني. معانا بقى بطاطس وبصله ونت ولحمه مفرومه. هنعمل بشاميل زي ما قلت لكم. هنا معايا كيلو من الحليب او كيلو ونص كميه يعني. معايا 3 معالق من الدقيق، عليهم معلقه من الثوم المفروم او ثوم فريش، معلقه بابريكا ومعلقه شطه وشويه من الفلفل الاسمر، وبقلبهم الاول على البارد زي ما احنا عارفين مع بعض بنعمل البشاميل على البارد الاول. بعد كده رفعته على النار بقى زي ما انتم شايفين، وبقلب شويه كده لحد ما القوام احس ان هو خلاص بدا يتقل معايا واقوم رافعه من على النار. نيجي بقى للصينيه بتاعتنا، صينيه البطاطس هنرصها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اللي وصلت معايا لحد هنا متنسيش تذكروا رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام عشان يومنا يبقى ماشي سهل كده ببركه الله. وتحط لايك، اللي محطتش لايك يا ريت تحط اللايك. لايك. كده كنت بقطع بصل طرنشات على
على البطاطس بتاعتي، وهديها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر برضو، رشات خفيفه كده من البهارات بتاعتي، وهنزل عليها بالصلصه بقى. بس بقى يا اشركه اسكتي كده. بقى نزلت بالصلصه بتاعتي، كانت عندي صلصه جاهزه في الفريزر. هنعمل بقى المكرونه دي تشكيله، مكرونه متطويله على سباكيتا على مكرونه خواتم، اللي عندك ما يقولش لا، حط اللي عندك حطيه، مفيش حاجه هتقف. احنا قعدنا في زمن كل حاجه يعني الميل بنعدل او اللي هو ايه، مفيش حاجه ما تنفعش، لا كل حاجه ان شاء الله هتنفع. هنا بقى حطيت شويه من الزيت، ونزلت عليهم ببصلتين حلوين كده مقلوظين، فرمتهم فرم ناعم للحمه بتاعتي، وهديها تتبيله، مش هديها لون، تتبيله خفيفه كده مش لون. وبعد كده هنزل عليها بقى باللحمه بتاعتي. انا بسجل الفيديو معاكم وانا واقفه بعمل عشاء يا جدعان. ايوه بقى البرنجان، تيجوا تتعشوا معانا. هنا بقى نزلت باللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهديها تقليبه حلوه الاول كده، وبعد كده بقى ايه، عندي فلفل الوان بقى، حطي فلفل سبايسي، حطي لو عندك مشروم ممكن تحطيه، اللي عندك حطيه، ممكن تعمليها بالمشروم مكان اللحمه، دي بتبقى حلوه جدا وفيها فوائد كتير برضو. نزلت بقى بفلفل الوان زي ما انتم شايفين والتوابل بتاعتي، وحطيت ملعقه من الثوم المفروم زي ما انتم شايفين. هنا بقى الكوارع بقى بتاعتي كانت استوت معايا، الله الله. بصفيها بقى بالشوربه كده عشان نحطها في الطواجن بتاعتنا او في الصينيه بتاعتنا. كده بقى بقول لكم برصها كويس كده. وبقى عندك شبت، ترش عليها رشه من الشبت حلوه كده، احنا بنحبها بالشبت. هنا بقى كانت اختي الهبله بتلعب معاكم بالطاجن، تلف شمالا ويمينا كده، كفر ارمي. ما شاء الله شايفين شكلها بقى ايه، شكلها بيشهي والله كتير بيشهي، اضحكوا. هنا بقى اللحمه بتاعتي كانت استوت معايا، والرز بتاعي كان كمان خلص معايا زي ما انتم شايفين. خلينا بقى نعمل ايه، نرص البشاميل بتاعتنا. هنا بقى جبت طبقه من المكرونه، حطيت عليها كبشه من البشاميل حلوه كده اهوت، وقلبتها فيها زي ما انتوا شايفين معايا. وبعد كده حطيت رصه من اللحمه بتاعتي عفوا كده. بقى ماما رصتها حلو كده بالشكل ده. وبعد كده حطيت الطبقه التانية من المكرونه، ونزلت بقى بالبشاميل بتاعي كله. كان طعمها جميل ما شاء الله والله. اتمنى تجربوها بالطريقه دي، اللي مش بتجربها بالطريقه دي اعملوها بالطريقه دي وهتعجبك ان شاء الله.
كده خلاص بقى حطيت رشه من الزيت علشان تحمر معايا. ما بحط لهاش بيض علشان البيض ما بحبوش فيها، بيديني ريحه من الزفاره كده، بحس ان هي مش حلو. هنا بقى هنعمل ايه؟ معلقه من الثوم حلوه كده وحطيت عليها شويه من الزيت، هحمرها عشان نعملها طشه للكوارع بتاعتنا، بتبقى حلوه قوي، بتبقى جميله جدا. اللي ما بتجربهاش كده اتمنى تجربوها بنفس الطريقه دي، هتعجبكم ان شاء الله وهتكون حلو باذن الله. التومه بقى احمرت معايا كده، مش محروقه بس هي باين ان هي محروقه، بس لا مش محروقه، دي من الشمس كانت ضاربه فيها، فكده نزلت عليها زي ما انتم شايفين كده بالثوم. يلا بينا بقى نطلع على السطح اهو. ما شاء الله شايفين البشاميل بتاعك كانت خلصت، وكمان دخلنا الكوارع تاخد لون كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتطلعوا منه مستفادين ولو بحاجة بسيطة. اتمنى نكون خفاف على قلوبكم يا رب. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتنا، اللهم امين. يا رب اطلعوا من الفيديو مستفادين زي ما بقول لكم، يجعلنا خفاف كده على قلوبكم يا رب. لايك وشير سبسكرايب للقناة بقى علشان يوصلكم كل جديد. شير بقى للقناة عشان نتشاف اكتر ونكبر مع بعض ان شاء الله كده. اشوف وشكم على خير ان شاء الله.